وفقت ولا لا؟ لان الناس بمنتهى الصراحه انا شايف توجه الحكومه توجه الحكومه ورؤيه الحكومه سليمه، ينقصها ان هذا التوجه وهذه الرؤيه وهذه الاهداف متفق على الاهداف، انها عايزه تزود الاحتياطي وعايزه تزود معدل النمو وعايزه تقلل نسبه البطاله وعايزه تظبط سعر الجنيه بالنسبه للدولار. اهداف واضحه. عايز اشوف برامج زي ما احنا بنقول دلوقتي، برامج تنفيذيه على الارض. بنقول مثلا زياده الطاقه الانتاجيه، ترشيد الانفاق، اعاده هيكله الدعم، استفاده من الطاقات المعطله اللي موجوده سواء في تسجيل او زي دولة رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم محلب في الموضوع بتاع الاراضي او الكهرباء المهدره او الكهرباء المهدره او الاراضي والمخالفات والتصالح عليها. اذا لدينا فرص حقيقيه على قد حجم التحديات، لدينا فرص اكبر من هذه التحديات، ولكن لابد ان تترجم الى برامج بآليات واضحه وباهداف محدده في زمن محدد بتمويل. هنا وهنرجع للسؤال تاني، اقدر اجمع هذا التمويل واقول ده انا محتاج من صندوق النقد الدولي قد كده، ومحتاج من صندوق التنميه الافريقي قد كده، ومحتاج من صندوق التنميه الاوروبي قد كده، ومحتاج كذا، وبالتالي ومحتاج اعمل ضريبه مضافه، قيمه مضافه. هو محتاج اعيد هيكله منظومه الضرائب حتى ازود المجتمع الضريبي. المشكله عندنا ان المجتمع الضريبي قد كده ومصر قد كده. صحيح، واللي بيتاخد منهم انت لو خرجت بره القاهره واسكندريه وعواصم المحافظات ما تلاقيش حد عنده صح. مع حضرتك حق، كل التجار ما بتدفعش. انا هخرج لفاصل وارجع استكمل هذا